سلام حبوبات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح، تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديده، نتمنى تعجبكم. وإلا عجبتكم خلوا لي جيم او كومونتير وبارطاجيو هذا الفيديو مع لي زامي تاعكم كالعاده. نرحب البنات اللي انضموا لي من جديد، نقول لكم مرحبا بكم وان شاء الله تعجبكم قناتي. وتنرحب البنات القدم لي في قناتي، نقول لكم تاني مرحبا بكم. على بالي طولت عليكم بالبزاف، كنت كل مره نطلع عليكم بفلوج روتين ولا ما على باليش وصفه جديده. اليوم كالعاده تندرت لكم وصفه جديده كما شفتوا في العنوان. راني حطيت لكم واش ندير اليوم. ماما راحت للعمره وحبيت ندير لها هذا الجاتو. بزاف عجبني وش عمره مقبوله ان شاء الله. وان شاء الله اي واحد حاب يزور هذيك البلاصه لا تحرموا منها، وان شاء الله كامل نزوروها ونلحقوا لهذيك البلاصه يا رب. كيما راكم تشوفوا نبداو في الوصفه. حكمت الكاوكاو راح نحمصه ومن بعد راح نرحيه. الوقت اللي الكاوكاو تاعي راهو يتحمص نوري لكم في هذه الوصفه واش عندنا. هنا عندنا الزبده، 2 حبات تاع البيض، وعندي لافاني بيان سور، وعندي هادو مالي كيسات، عندي خميره الحلوى، وعندي سكر غلاس، وتن عندي انشا ولا المايزينا كيما راكم تشوفوا، وتن عندي الشوكولا باش نديكوري بها. وهذه هي الوصفه تاعنا اليوم، ما فيهاش كامل بزاف يعني مكونات. سمحوا لي على صوتي بالبزاف باسكو راني كراف عيانه وكراف مقري بياني مغلوقه كامل، ثم صوتي ماهوش يبان مليح ولا ينهضر بيان. المهم راني نسيي كيفاش نوصلكم هاد لاغوسات ونهضر بيان. كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما كفريتها كامل مع الكاوكاو ورحيته، هذيك الزبده 250 غرام زدت لها 2 حبات تاع البيض، وزدت لها لهنايا مغرفه صغيره تاع لافاني، وبنفس العبر اللي كيلت به الزبده درت نص كيلة تاع الزيت. كيما راكم تشوفوا الكيلة اللي نحطها نخلط بيان بالباتو، ولا ما عندكمش باتو خلطوا مليح بالفوي. كيما راكم تشوفوا هنا حطيت كيلة تاع سكر غلاس اللي كيلت بها الزبده والزيت كيما راكم تشوفوا، وتنس تخلط مليح بالباتور باش كامل المكونات يتخلطوا لي مع بعضهم. وهنا تام بعد ما خلطت مليح زدت حكمت نص كيلة تاع النشا ونزيد نحطها في الخليط ديالي ونخلط بيان بالباتور كيما راكم تشوفوا حتى نتحصل على خليط يكون كريمي بالبزاف. وهنا كيما راكم تشوفوا شوفوا الخليط اللي تحصلت عليه يجي بزاف شباب و شغل كريمه. هنا زدت كيلة تاع الكاوكاو، اي مكسرات عندكم، الجوز، اللوز، كيما تحبوا. انا هنا درت الكاوكاو، درت كيلة تاع الكاوكاو وقسم غرفة صغيرة خميرة تاع الحلوى، وتاني درت الفارينة ونضم العجينة حتى نتحصل على العجينة تكون متماسكة وما تتلاصقش في اليد وماشي يديك ناشفة بزاف، ما تكترهاش الفارينة. هنا حبوبات كيما راكم تشوفوا بعد ما نطمت لي العجينه جات بزاف هايله وخفيفه وما تتلاصقش كامل في اليد. درت هاد الساشي هكذا باش يعاونني في الخدمه، وبيان سور كنت ديجا شعلت الكوشه من قبل وخليتها تسخن غير براحتها. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما صبتها بيان نحكم اي مول يكون عندكم تحبوا الشكل اللي حبيتوه. انا حبيت ندير هذا الشكل، هذا جاي مدور وبزاف كيوت عجبني. كيما راكم تشوفوا نقطع كاع الحبات التوعي، والكميه نتان على حسب المول ديالكم. الا كان المول تاعكم صغير
بيان سور لا كونتيتي حتجيكم بزاف، بصح الا كان الاخر المول ديالكم كبير، هذه حاجه بينا باللي حتجيكم لا كونتيتي شويه. لازم الا حبيتو ديروا بزاف ولا دوبليو لا كونتيتي ديالكم. كيما راكم تشوفوا هنا مسحت سنيوه بالزبده ورشيتها بالفارينه وحطيتها دخلتها طيب كيما راكم تشوفوا. هنا الزينات كيما راكم تشوفوا بعد ما طابوا لي حمروا لي برك شويه من تحت باسكو النار كانت قويه بالبزاف، مي من الفوق صافا راهم بيوضه ماشي كامل محروقين ولا حموره. شوفوا هنا كنت نطيب ونحط في هاد السنيوه هكذا باش تسهل عليا الخدمه، ولصقتهم بهذا المعجون تاع التين كيما راكم تشوفوا. وانتم لصقوا كيما تحبوا، تقدروا ديروا المعجون بحلوة الترك باي عفسه تحبوا تلصقوا بها راح تجيكم بنينه. وهنا لا ديكوراسيون استعملت هاد الشوكولا دادا بزاف هايله وبنينه. قطعتها قطع صغار كيما هكذا ودرتها باماغي كيما راكم تشوفوا. وهنا شريتها ترانسفير كيما راكم تشوفوا، عمرها مقبوله بزاف عجبني. قاعده غير ندور ونحوس، لقيت هكذا دي موديل بصح ما عجبونيش كامل عيانين. عجبني هذا اللي كنت نحوس عليه ولقيته. عمرتهم كامل بالشوكولا، بديت بيهم قبل باش رحت نقلاسي الحبات ديالي. وهنا نسيت باش نقول لكم زيدوا مغرفه كبيره تاع الزيت باش تمد لها هذيك لابغيونس وتجي الحلوه تاعكم بزاف شابه. كيما راكم تشوفوا هنا عمرتهم كامل. جاوني واحد 54 حبه هكذاك ولا نسيت ليسونسيال في الخمسينات، وما حطيتهمش كامل في الفريجيدار ولا باسكو كان البرد تمتم جمدولي. وهنا كيما راكم تشوفوا قاعده نتعذب باسكو كنت نصور بيد ونقلاسي بيد. ليسونسيال وريت لكم كيفاش كنت نقلاسي ولصقتهم تن بالمعجون. وهنا بعد ما نشفوا لي جمدت لي هذيك الشوكولا، شوفوا كيفاش جا الشكل تاعها بزاف شباب وهايل. وهذيك المغرفه تاع الزيت شوفوا كيفاش مدت لها هذيك لابغيونس، تبان شغل تبريه بزاف هايله. وهنا حبوبات قبل ما تجمد لكم الحلوى لصقوها تمتم باسكو كنت تجمد الحلوى ديالكم ومازال ما لصقتوهاش ما راحش تلصق لكم وراح تعييكم في الخدمه بالبزاف. سما غير تكملوا الكلاصاج ديالكم تاع الحبه حطوها وسقموها. هنا كيما راكم تشوفوا كلاصيت كامل الحلوى ديالي كيما راكم تشوفوا. نخليها تجمد بيا تنشف يعني، ونحي لها كامل هذوك الحواشي اللي من تحت واللي لصقوا لي مع الساشي ونحطهم في لي كيسات كيما راكم تشوفوا. خيرت هاد لي كيسات بزاف شابين يعني جوا سختي مع الحلوى ديالي. فوالا حبوبات، هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوى تاعي تاع نهار اليوم. وصفه سهله اقتصاديه وتدي شويه الوقت، يعني ما نقدرش نقول لكم ما تديش الوقت باسكو فيها خدمه، مي ما راحش تعييكم بزاف حتجيكم بزاف شابه وتحمر الوجهتان. تقدروا تنديروها مشروع صغير ليكم ولا جو سي با ليسونسيال، تقدروا تستعملوها تاني في لي بروجي ديالكم باسكو حاجه شابه ومتحوفه وان شاء الله تعجبكم. الوغ حبوباتي الا عجبتكم خلوا لي جيم او كومونتير وبارطاجيو هاد لا فيديو مع لي زامي تاعكم، ونتمنى تكون عجبتكم. خلوا لي كومونتير الشباب باش يطلع لي المورال ونزيد ندير لكم وصفات شابين اكثر واكثر. هنا هذه اللي راكم تشوفوا فيها الحبات اللي بقاو لي درتهم بهذا الشكل. كان عندي المول تاع الريشه
الشوكولا اللي بقات لي درتهم فيها وتا الكاوكاو والدوزه اللي بقاو لي كامل عاودت درتها بهذا الشكل ربحت فيها حبيبات بديكور واحد اخر. اي فوالا، لحقنا نهايه الفيديو. نقول لكم تهلاو في بحديكم، تلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.